عمرك حسيت إن ذاكرتك بتخونك؟ كلنا كده بنبقى فاكرين إن الذاكرة دي عاملة زي هارد ديسك بيسجل كل حاجة بالملي. بس الحقيقة ودي المفاجأة بقى إنها أقرب لقصة بنعيد كتابتها كل مرة. في الشرح ده هنكتشف سوا إزاي الذاكرة دي بتشتغل بجد، والأهم من كل ده إزاي نقدر إحنا اللي نتحكم فيها ونقويها. المقولة دي بتجيب من الآخر. كل مرة بنفتكر حاجة، احنا مش بنفتح ملف فيديو قديم ونتفرج عليه خالص. احنا حرفيا بنبني الذكرى من أول وجديد، حتة حتة. وده معناه ايه؟ معناه انها ممكن تتغير، تتلون بمشاعرنا وحالتنا المزاجية دلوقتي. طيب، لو الذاكرة مش تسجيل فيديو، أمال إيه؟ بتشتغل إزاي؟ السؤال ده هو اللي هيبدأ كل حاجة. عشان نعرف نحسن ذاكرتنا لازم نفهم أصلاً إيه اللي بيحصل جوه دماغنا. تخيل معايا كده، كل مرة بتفتكر موقف معين عقلك مش بيشغل فيلم، لأ، عقلك بيلبس طاقية المخرج ويبدأ يعمل إعادة بناء للذكرى دي. ياخد القطعة الأساسية وممكن من غير ما ناخد بالنا يضيف شوية تفاصيل جديدة من عنده. وهو ده بالظبط السبب اللي بيخلي ذكرياتنا عن نفس الحاجة ممكن تتغير تماماً مع الوقت. تمام، يبقى هي عملية بناء. طب إيه هي خطوات البناء دي؟ يعني أي ذكرى بتيجي في دماغنا أيا كانت، من أول اسم شخص لسه مقابلينه النهاردة لحد أغلى ذكرى من الطفولة، كل ده لازم يعدي على 3 محطات أساسية. لما نفهم المحطات دي هنمسك المفتاح اللي يخلينا فعلا نتحكم في الذاكرة ونقويها. بص، الموضوع بسيط بشكل لا يصدق. أول حاجة الترميز. يعني إيه ترميز؟ يعني عقلك بياخد اللي بنشوفه ونسمعه ويحوله لشفرة، كود سري يقدر يخزنه، زي ما تكون مسافر وبتحول فلوسك لعملة البلد اللي رايحاها. تاني حاجة التخزين، خلاص الكود ده بيتشال وبيتحفظ. تالت حاجة والأخيرة الاسترجاع، لما نحتاج المعلومة دي المخ بيروح يجيب الكود ويفكه تاني. أي مشكلة في أي خطوة من التلاتة دول بيحصل النسيان. طيب، المعلومات دي بعد ما بتتشفر بتروح فين؟ بتروح لواحد من مخزنين كبار في دماغنا، واحد فيهم مخزن صغير ومؤقت، والتاني مخزن ضخم ودائم. والفرق بين الاتنين دول رهيب. الذاكرة قصيرة المدى دي عاملة زي ورقة نوت صغيرة لازقينها على الشاشة، بتشيل معلومة يدوب ل 30 ثانية بالكتير ومساحتها على القد خالص. أما الذاكرة طويلة المدى فدي بقى أشبه بمكتبة عملاقة ملهاش آخر، المعلومات اللي بتدخلها ممكن تفضل هناك العمر كله. وهنا بقى في مفاجأة بتغير فكرة كانت عندنا كلنا. زمان كانوا بيقولوا إن ذاكرتنا قصيرة المدى بتقدر تشيل حوالي 7 حاجات. الأبحاث الجديدة بتقول لأ، الرقم الحقيقي هو 4 قطع معلومات بس. وده بيفسر ليه لما نيجي نحفظ رقم تليفون أول 4 أرقام ممكن يلزقوا، بس الباقي بيحتاج مجهود تاني خالص. طيب، سؤال مهم. لو ذاكرتنا قصيرة المدى بالضعف ده، ازاي أصلا بنتعلم حاجة جديدة ونفتكرها؟ ازاي بننقل المعلومات المهمة من ورقة النوتة الصغيرة دي للمكتبة العملاقة؟ الإجابة في عملية بيولوجية شبه سحرية بتحصل جوه دماغنا اسمها تدعيم الذاكرة. تعالوا نشوف ازاي. ببساطة شديدة، التدعيم ده هو الكوبري اللي بينقل المعلومات القيمة من الذاكرة قصيرة المدى ويوديها للذاكرة طويلة المدى. من غير الكوبري ده أغلب اللي بنتعلمه في يومنا هيتبخر كأنه ما حصلش. عشان نتخيلها أحسن، فكر في كل ذكرى جديدة كأنها طريق لسه بنشقه وسط غابة. أول مرة نمشي فيه الطريق يدوب بيبقى باين، لكن كل ما نمشي فيه تاني وتالت الطريق بيوسع ويبقى أوضح وأسهل. ده بالظبط اللي بيحصل في المسارات العصبية جوه مخنا كل ما بنفتكر معلومة. وعشان نقوي أي طريق من دول في مفتاحين. الأول هو التكرار، زي ما قلنا في مثال الغابة، كل ما تمشي في الطريق أكتر كل ما يثبت. لكن المفتاح التاني واللي أغلبنا مش بياخد باله منه هو النوم. النوم مش مجرد إننا بنريح، لأ، ده وقت شغل حقيقي للمخ، بيقعد يفلتر وينظم كل معلومات اليوم ويثبت المهم منها في الذاكرة طويلة المدى. حلو قوي، كده فهمنا القواعد الأساسية للعبة. جه الوقت بقى نعرف إزاي نلعبها صح، إزاي نستخدم كل اللي عرفناه ده عشان نفتح صندوق أدوات الذاكرة بتاعنا ونقويها بشكل عملي بجد. أول وأهم أداة هي الاستدعاء النشط. الفكرة هنا بسيطة بس عبقرية. الأهم مش إننا ندخل معلومة للمخ، الأهم إننا نجبر المخ إنه يخرجها. يعني بدل ما نقرأ الدرس 10 مرات، الأفضل نقراه مرة واحدة ونحاول نسمعه لنفسنا 9 مرات. الجملة دي بتلخص كل حاجة. المجهود اللي المخ بيبذله عشان يفتكر المعلومة هو اللي بيقويها، مش إننا نبص عليها تاني وخلاص. عشان كده إن الواحد يختبر نفسه ده يعتبر أقوى أداة للمذاكرة ممكن يستخدمها. تاني تقنية التكرار المتباعد، ودي فكرتها عبقرية في بساطتها. بدل ما نذاكر حاجة 5 ساعات في يوم واحد، الأفضل بكتير إننا نذاكرها ساعة كل يوم لمدة 5 أيام، بالظبط زي الجيم.
تمرين ساعة كل يوم نتائجه أحسن مليون مرة من تمرين 10 ساعات في يوم واحد وخلاص. التباع ده بيدي للمخ فرصة يبني الروابط دي براحته ويخليها أقوى. أما التقنية التالتة دي فاسمها قصر الذاكرة، ودي تقنية قديمة جدا بيستعملها أبطال العالم في مسابقات الذاكرة. فكرتها ببساطة إننا نربط الحاجات اللي عايزين نحفظها بأماكن نعرفها كويس قوي زي بيتنا مثلا، ونحول المعلومات دي لصور خيالية جوه الأماكن دي. الموضوع لعبة خيال. يعني مثلا لو في قائمة مشتريات، مش هنتخيل مجرد تفاح في المطبخ، لا، هنتخيل جبل تفاح بينفجر من التلاجة، ونتخيل الكتاب اللي عايزين نشتريه بينادي علينا من على السرير، والمفاتيح بترقص في الصالون. كل ما الصورة الذهنية كانت أغرب ومضحكة أكتر، كل ما كان أسهل نفتكرها، لأننا وقتها كل اللي بنعمله هو إننا بناخد جولة خيالية جوه بيتنا اللي حافظينه أكتر من اسمنا. وفي أدوات تانية كتير وسريعة، زي ما قلنا كل ما الصورة كانت أغرب وأوفر كل ما لزقت في الذاكرة أكتر. ممكن كمان نربط المعلومة بأغنية بنحبها أو حتى بريحة معينة. وحاجة كمان، بدل ما نذاكر مادة واحدة بس ونقفلها، الأفضل نخلط بين مادتين أو 3. ده بيخلي المخ يشتغل أكتر ويكون روابط أذكى. طيب قبل ما نخلص عايزين نتكلم عن أقوى أداة في ذاكرتنا كلها، وهي النسيان. أيوة النسيان. غريبة مش كده؟ إحنا طول عمرنا بنتعامل مع النسيان على إنه العدو، لكن الحقيقة ودي الصدمة إنه ميزة ذكية جدا في تصميم دماغنا. الإجابة اللي بتيجي في بالنا كلنا هي طبعا فشل، لكن علم الأعصاب بيقول لا خالص. تخيل كده لو الواحد فاكر كل تفصيلة عدت عليه في حياته، كل وجبة أكلها، كل محادثة عابرة سمعها، المخ ساعتها هيتملي بمعلومات ملهاش أي لازمة وهنغرق في التفاصيل. النسيان هو الفلتر الذكي بتاع المخ، بينظف كل الدوشة والمعلومات اللي مش مهمة عشان يسيب مساحة للحاجات اللي تهم بجد. وفي النهاية الهدف مش إننا نحول دماغنا لهارد ديسك، الهدف هو إننا نعرف إزاي نختار إيه اللي نفتكره وإزاي نقوي الذكريات اللي بتخدم حياتنا وأهدافنا. الذاكرة القوية مش الذاكرة المليانة على الفاضي، الذاكرة القوية هي الذاكرة الفعالة. والسؤال دلوقتي، إيه هي أهم معلومة محتاجين نفتكرها من الشرح ده؟